السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض أحلى حواوشي ممكن تاكليه عندي هنا في القناة، ولما تعمليه إن شاء الله هيعجبك. عجينة من عجينة الفينو، مش عجينة عيش خالص، ومدي كمان على بكاكيم، يعني طعمه حلو قوي، هتنبسط منه. ولو عجبك ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا نبدأ كده ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. معانا كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات مش دقيق حلويات، كيلو واحد، وبنجيب نص كيلو بنحطه على جنب نفس الخامة. يعني ما تجيبيش دقيق تاني وده دقيق تاني، نفس الخامة، وبتسيبيه على جنب علشان نفرد بيه العجينة. بعد كده ننخله ونسيبه على جنب، ونجيب المكونات بتاعتنا. بنجيب كيسين كده كان عندي كيسين من الخميرة، بدأت ان انا اخدهم عشان اخد الكمية اللي فيهم. وبعد كده شوية من الملح، معلقة صغيرة، ونص معلقة من السكر، وبعد كده واحدة من الزبادي، وشوية مية دافيين مش سخنين، علشان لو سخنين المادة النشطة اللي موجودة في قلب في قلب الخميرة بتاعتنا ممكن تموت وما تعملش تفاعل. فاحنا بنخليها دافية شوية، ودي نقطة كده خلي بالك منها علشان تبقى عارفة الخميرة ما نشطتش ليه. ببدأ ان انا احطها واقلبها كويس جدا مع نص معلقة السكر، واحطها على جنب علشان خاطر اشوف هعمل ايه. بعد كده واغطيها طبعا بالغطا السيليكون اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده باخد ربع معلقة من البيكنج باودر صغيرة جدا، بحطها على الكيلو الدقيق اللي هو هياخد كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. تمام كده، المقادير دي مظبوطه زي ما بقولك كده. طبعا الكيلو دقيق دوت هيعمل 10 ترغفه من الحواوشي. بعد كده ببدأ ان انا اعجن بميه دافيه، واعمل حساب ان في خميره هنا هنحطها، وكمان علبه من الزبادي علشان خاطر ما احطش كتير ميه، وبعد كده احتاج تاني من الدقيق. احنا كده مقاديرنا مظبوطه. وببدا ان انا اعجن كويس جدا جدا، لازم تعجني كويس جدا علشان العجينه تطلع معاكي مرتاحه. بعد كده ببدا ان انا اجيب معلقه الطعام الصغيره دي زيت من النضيف، وابدا اعجن شويه حلوين كده. وبعد كده ببططه، وابدا احط شويه دقيق خفاف كده على الوش، واغطي واسيبه لحد ما يختمر معانا ويرتفع. وبعد كده بجيب العجين بتاعنا، وابدا اجيب اللوح واحط فيه دقيق زي ما شفتوا كميه حلوه كده عشان ما يلزقش. وبعد كده بقطعه كده كور، كل رغيف بياخد له كورتين. تمام كده. طبعا الفيديو ده تقريبا من السنه اللي فاتت في الشتاء، ولسه مفكره ان انا انزله دلوقتي بصراحه، لان والله ما كان عندي وقت. بعد كده ببدأ اعمل العجين كده بالشكل ده، واسيبه يرتاح مع نفسه، واغطي عليه علشان لما اجي افرد الرغيف ما يبقاش عامل زي الكوتشة رايح جاي، لانه ما خدش راحته شوية في التخمير. بدأت اسيبه، واجيب بقى كيلو الا ربع من اللحمة من عند الجزار. دي لحمة بلدي بتفرق في الطعم، وبتدي تيست حلو جدا، وبتلاقي طعم الرغيف مميز عن العيش اللي بره. طبعا العيش اللي بره بتجيبي دلوقتي الرغيف ب35 جنيه، رغيف ما يعلم بالله ربنا. بتبصي تلاقي الرغيف يا معجن يا اما رقيق ومليان بصل، مفيش تقريبا لحمة. بتبدأ ان انتي تجيبي البهارات بتاعتي. ايه بهاراتي؟ نص معلقة مش صغيرة كمون، كزبرة، فلفل اسود، شطة، معلقة صغيرة من بهارات الحواوشي، ده كيس بيجي من بره. بعد كده 4 بصلات كبار، وببقى مصفيه الميه تماما تماما. وبعد كده بجيب شوية من التوم، 5 فصوص توم بيكونوا مفرومين، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأخضر متقطع صغير، وكمان الخضرة بتاعتنا وشبت ورق، بس مش عايزة العروق. العروق بتخلي الرغيف يسرد مية في قلب الفرن ويبقى شكله بشع. تمام. ببدأ احط المكونات بتاعتنا ويندمجوا كويس جدا جدا مع بعض، وادوق طبعا اللحمة بتاعتنا، واشوف لو محتاجة ملح تاني بقدر ان انا احط. بعد كده بحط معلقة صغيرة بالظبط من الخل، شوية صغيرين. وبعد كده بدمج كله مع بعضه كويس جدا، وافعصه كويس جدا، واعمل منهم 10 كور من اللحمة، اللي هم 10 ترغفة بالظبط. بعد كده بسيبه، وطبعا بعملهم بالستريتش راب علشان
يبقى محافظ على شكل اللحمة. وبعد كده ببدأ ان انا افرد العيش بتاعنا. طبعا بابا كان عندي في اليوم ده، فقلت ان هو يفردهم لي، هو اسرع بصراحة مني بكتير. بدأ ان هو يفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا علشان العجينة مرتاحة وهي متقرصة كده، فبيديك بتجري معاكي كده في النشابة بسرعة. لكن لو مش مرتاحة في العجين وغلتي على طول، تفضل راحة جاية معاكي زي الكوتشة ومش هتكبر، الرغيف مش هيكبر. زي ما انت شايفه رايح جاي مع بابا اهوت بكل بساطه. بنبدا ان احنا نحطه بقى ونغطي عليه عشان ما يشققش او يفلق، وكمان ما تغيبيش عليه بعد ما تفرد العيش. اخر رغيف تبداي ان انت تخلصيه ويكون اخر رغيف اتفرد، تبداي تجيبي اول رغيف من العيش اتفرد، وتبداي ان انت تشتغلي فيه وتغطيه كويس جدا وما يكونش فيه هوا، علشان ما يخليش الرغيف بتاعك مقشف من على الوش. طبعا التكات البسيطة جدا دي بتفرق معاكي، وبتبقى فيه غلطات، وفي بنات بتبقى جديدة على المطبخ فما بتبقاش عارفة ايه السبب، فهو ده بيكون سببه. طبعا هو خلاص خلص كده الكمية بتاعته وبدأ ايه يخرج من المطبخ. بدأت ان انا اجيب اول رغيف هو عمله، وابدا ان انا يا دوبك بس اكبر فيه حاجه بسيطه كده واعمله على شكل دائره كده يعني مظبوط. بعد كده قبل الاخر كده ما بخليش الحشوه بتاعتنا تطلع بره. تمام. وبعد كده ببدا اجيب الرغيف بتاعنا. طبعا الرغيف اللي بيكون تحت ده بيكون محمل عن الرغيف اللي على الوش، علشان وانت بتحط الحشوه يبقى محمل معاكي في الحشوه كده. ببدا ان انا اعمله كده، اقفله بصوابعي زي ما انت شايفه، وافرده بالشكل دوت. وبعد كده بعمل له كده خرم زي ما انت شايفه، علشان ما يبقاش قابب معاكي في الفرن، ومش هتعرفي ان انت يعني تهبطيه، هيطلع ناشف معاكي في الاكل. فنبدا ان احنا نعمل الثقب ده، ونجيب الفرشه بتاعه الزيت، شويه زيت بساط كده من الزيت النضيف مش تموين، ونبدا نحط الرغيف بتاعنا على الصاج. طالما حطيت الرغيف على الصاج، اوعي تحركي الرغيف من مكانه تاني، او تقولي هزحزحه شوية علشان احط التاني جنبه، لان هو خلاص خد وضعه في الصاج وارتاح بالزيت اللي هو فيه. فهتيجي تشيليه هيتبهدل منك اخر بهدلة. حطيتيه مرة خلاص ما تجيش جنبه. تمام كده. انا الصاج عندي هنا بياخد 5 ترغيفة بالظبط. تمام. انا ما بكبرش العيش قوي واخليه رقيق، وما بتخنش الرغيف واخليه معجن من جوه، وزي ما بعض المحلات بتيجي تشتري من عندهم الرغيف بتلاقيه بالشكل ده. تمام. طبعا هو هيعجبك جدا جدا، ولما تعمليه ما تنسنيش في اللايك. بعد كده ببدأ ان انا اعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بكون عاملة من بالليل السمسم بتاعي، بكون محمصاه في قلب طبق ألمونيا، بديله اللون الذهبي زي ما انت شايفه كده. بعمل الرغيف يا دوبك ارفعه ههزه هزتين كده واحطه بقى، ما اشيلوش من مكانه. السمسم زي ما قلت لك، اول لما ياخد اللون الذهبي ما تحروقهوش او تديله لسعه او تخلي واحده وواحده، لا. اول لما يديك اللون الذهبي على طول تشيليه في طبق بلاستيك او اي طبق تاني ما يكونش الالومنيا اللي هو فيه، لان بعد شويه هيتحرق منك من غير ما يكون هو اصلا على النار. تمام. بعد كده بجيب بيضة واحدة بس على 10 ترغفة، وشوية من الزيت زي ما انت شايفة كده، ممكن معلقتين او معلقة ونص من بتاعة الطعام، ونقطتين 2 فانيليا بس مش اكتر، ما تحطيش اكتر من كده، علشان لما تيجي تاكل الرغيف تلاقي ريحته حلوة. وكمان ما تحطيش بيضتين، لان لو حطيتي بيضتين على 10 ترغفة دولت هتلاقي البيض بيفقفق في الفرن جوه، وكمان عامل طبقة بيض، طبقة بيض فعلا على رغيف، فهو بيضة بالظبط على 10 رغيف. ببدأ ان انا اخد كل رغيف كده اعمله بالفرشة البيض، وكمان ما اجيبش على اواخره، هو على يدوبك الحرف قبل الحرف بشوية، علشان ما يعملش حواليه كده علامة الرغيف وتتحروق. تمام. وببدأ ارفع ايدي لفوق شوية علشان احط السمسم. لما تنزل السمسم مرزوعة كده على الرغيف بيلزق ويشبط في الرغيف، استحالة هتلاقيه في الصاج بعد السوا، هتلاقي السمسم كله على وش الرغيف. وانا بحب السمسم يكون كتير علشان بيبقى طعمه حلو وشكله حلو، ما بحبش بصراحة حبة البركة. بعد كده العيش معايا في الفرن زي ما انت شايفة، بيكون الفرن شغال قبلها بشوية فوق وتحت، وخلي بالك من تحت عشان ما يتحرقش. انا بعمل في فرن بلدي خالص اللي هو العادي. تمام.
ببدأ ان انا اجيب الصاج يمين وشمال وشمال ويمين، واقعد الف فيه كتير لحد ما ياخد كل اللون زي ما انت شايفه، مفيش يبقى واحد كده ولا واحد كده. وزي ما انت شايفه الرغيف من بره من ورا مفرغ كده عامل زي القرصه. طعمه حلو بصراحه، هيعجبك ان شاء الله. وبعد كده بطلعه على قماشه. اول لما يطلع من الفرن لازم ابخه 3 بخات بالميه النضيفه المخصصه للعجين. وبعد كده ابدا ان انا اطلع وش تحت ووش فوق، وش تحت ووش فوق، علشان يبقى كله طري، وما الاقيش وش الحواوشي ناشف او بيقرقش، لا الاقيه كده زبده زي البيتزا، بيبقى طعمه حلو كده وطري وملظظ في نفسه. تمام. وابدا ان انا اغطيه بالشكل ده وهو سخن، وهيطلع معانا في الشكل النهائي بتاعه 10 ترغيفه زي ما انت شايفه. بصراحه كان تحفه، شكل وطعم وريحه، هيعجبك جدا جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.